في مدينة الرياض امرأة مقطوعة لا لها أبو ولا أم وعايشة يتيمة، وذكرت لرجل من أهل الكويت وجاء وخطبها وتزوجها وسكنوا في حي من أحياء وسط الرياض، خذ لها شقة. هذا الكلام عام 1400 هجري. بعد 8 شهور أو 9 شهور الرجل صار عنده ظرف وسافر للكويت، وزوجته على وشك وضع اللي متزوجها، ما عندها أحد، لها جارة لها عجوز، والعجوز تروح عليها وتجي، والحرمتين هذه البنية والعجوز صارت سنها أم لها. جاها ألام الوضع وهي في هالشقة ما عندها أحد، طقت على العجوز، جت العجوز وودتها في الإسعاف المستشفى الشميسي، كان أقرب مستشفى عندهم مستشفى الشميسي. أدخلت على أثرها المستشفى وسووا لها عملية، مو بعملية، سووا لها ولادة، وجابت بنية، إلا أن البنية هذه جاها ما يسمى بصفار، الأشياء اللي تجي في الطفل في بدايتها، فخلوها عندهم، والمرأة كتبوا لها خروج، طلعت ثاني يوم ورجعت لبيتها. العجوز صارت اللي تروح تشوف البنت وترجع، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، رجعت العجوز البنت قالت استخلف يلا في بنت استراها انتقلت إلى رحمة الله. توفيت، قالت توفيت، قالت الله يجعلها من الشفعاء ويغفر لها ويرحمها. جاء الزوج، وش اللي صار؟ علمته، قال الحمد لله على كل حال. عاش الزوج مع زوجته سنة وانتقلوا إلى دولة الكويت. بعد 22 عام 1422 هجري دعيت هذه المرأة إلى مناسبة زواج في مدينة الرياض، وجت هي وزوجها، تراها رزقت بعدد من الأبناء والبنات أنا ما أدري كم عدد. فلما جت هي وزوجها لمدينة الرياض حضر الزواج، زوجها أخذ له شقة وودى المرأة للعرس. يوم جت الساعة 1 أو 2 في الليل راح وجاب زوجته وجاء في الشقة، إلا أن زوجته تغيرت عليه، عسى ما شر ما استانستي، قالت له والله عرس زين وترحاب زين وناس طيبين، لكني الحقيقة خذت قلبي بنت شفتها في الزواج، بنت قطعت قلبي قطع، ما غير ناظرها، تركت العرس وأنا ناظرها. قال وش هالبنت؟ قالت والله ما أدري يا فلان، لكنها واحدة تنسى أنها قطعة مني، وما أدري شلون مايلة معها ميلة عظيمة. قال الرجل عرفتي من هي بنتي؟ قالت والله ما أدري، لكن بكرة أبى أنشد اللي يعزموني. قال خير. يوم راحوا، يوم جم بكرة الساعة 11 دقت على اللي عزمتها صاحبة العرس، يا فلان شلونكم؟ قالت الله يجزاك خير. البنت اللي في المكان الفلاني اللي لابسه ذاك الفستان اللي رقصت اللي ما ادري ايش، من هي بنته؟ والله انها ماخذة قلبي. قالت هذه بنت فلانة الفلاني. من هي فلانة الفلاني؟ العجوز اللي كانت جارت لها وودت البنت المستشفى. قالت هذه من وين جابت البنت؟ قالت والله ما ادري، بس انها مستسمة فيها انها بنتها. هذه زادت شكوكها وصار عندها نوع من ايش؟ الشك ان هذه البنت لها صلة. قالت ودني بيت العجوز. ركبت هي ويا زوجها وراحت للعجوز، طقت الباب عليها، فتحت لها العجوز، رحبت بها، قالت ما تخافين الله، تاخذين بنتي وتسمينها باسمك، وانتي لا تزوجتي ولا جات عيال. قالت العجوز تفلت في صدرها وقالت الله يفكنا من شرك، هذه بنتي ولا لس دخلوا فيها، بنتي ما هي بنتي مدري ايش. قالت حسبي الله عليك، والله انها بنتي. قالت والله انها مي بنتي. قاموا صار بينهم لجة. هذه تقدمت بشكوى للشرطة وادعت على ان هذه البنت بنتها، وهذا الوضع وهذا الوضع. الشرطة استدعوا العجوز وحققوا معها، لقوا ان العجوز هذه ماخذتها من دار الايتام ومربيتها والاوراق سليمة، ودار الايتام لقوا البنت هذه عند مسجد وسلمت لدار الايتام، وتقدمت البنت الام هذه وخذت البنت. طيب من الاشياء اللي بيستدلون فيها ارسلوا خطاب الى مستشفى الشميسي. الشرطة ارسلت القضية للمحكمة، صارت في قضية في المحكمة ارسلت خطاب الى مستشفى الشميسي وتقول هل فعلا في 1400 صار عندكم كذا وكذا وحالة وفاة ان البنت هذه توفيت، وهذا معلوماتها وهذا تاريخ ولادتها وهذا ابوها وهذا امها. بعد فترة ارسل المستشفى رد، قال انه في عام 1402
حدث حريق في ملفات مستشفى الشفيسي مما يتعذر مع إعطاكم معلومة عن هذا الموضوع. المرأة ما اجتهدت، قالت أنا أطلب أنه يحلل دمها ودمي ودم أبوها، وحيلت إلى الشؤون الصحية، هذا الكلام 1420 أو 22، وتم التحليل. أرسل التحليل للقاضي، القاضي يوم قرأ النتيجة قال ليست البنت بنت الرجل هذا ولا المرأة هذه، لا هي بنت المرأة السعودية ولا الزوج الكويتي. القاضي حكم الحكم الابتدائي انها مي بنتكم ولا لكم فيها سنة. اللي قص القصة المحامي اللي استأنف القضية. المرأة ما هي براضية ما هي راضية أبدا، راحت المحامي ثاني وطلبت الاستئناف في هذه القضية، رفعت قضية. يقول المحامي وجدت خلل أو مدخل على قاضينا أني أطعن في أن العينة قابلة للتغيير وقابلة للخطأ البشري، وهذا مقتل في القضية. فكتبت نص الاستئناف وذكرت فيه أن ربما أن هذه العينة أخطئ في الاسم ولا في تغيير عينات لأنها خاضعة للخطأ البشري. فوجد الشيخ مدخل، فبذلك أعيدت فتح القضية ووافقوا على الاستئناف. فذكر أيضا المحامي قال حنا نطلب القيافة، موضوع القيافة اللي هي الأثر، قص الأثر. فالشيخ استحسن الرأي هذا وطلب مخاطبة الأمارة وإرسال قصاصين أثر لمعرفة الأثر. سووا اختبار وجابوا البنت وخلوها تمشي على أثر، وجابوا الأم وخلوها تمشي على أثر، وجابوا الرجل نفس الكلام، وكذلك جابوا الظاهر بنات في نفس عمر البنت، وحريم في نفس عمر الأم، ورجال في نفس عمر الأب، وجابوا قصاصين أثر وادخلوا كل واحد لحاله ما يدرون عن بعض، لا الحريم ولا الأولى ولا البنت ولا ما، كلهم يدخل بدوننا. ودخلوا قصاصين أثر على الأثر الأول والثاني والثالث، والحقيقة كتبوا محضر وسكروا عليه كل واحد ما يدري عن الثاني من قصاصين الأثر. وسلمت الظروف إلى القاضي. لما فتح القاضي الأوراق اندهش أن البنت هذه بنت الرجل وبنت الأم. سبحان الله. اللي من ولا القصاص الثاني طلع الأثر البنت من الأبو والأم، قال هذا فلانة الأثر هذا أبوه هذا وأم هذا، الباقي ما له صلة ببعض، ولا كل واحد ما شاف الثاني وحاطه في ظرف مزرف. هنا أصدر الشيخ قبل ما يصدر الحكم خذ العجوز دخلها غرفة وجلس معهم شخص ثالث، قام يذكرها بالله، وانت مقدمة على آخرة، والأمر كذا والأمر كذا، والآن ترى أنا صادر الحكم وترى الأمر ترى جلل. وذكرها بالله وذكرها بالأحاديث وذكرها باختلاط النسب وأن نستأخذ شيء مهوبلت، وتكب العفش. مش اللي صاير؟ قالت أنا تعلقت بهالبنت، والبنت هذه توها متزوجة وبيرزقها الله بنات وعيال واجد، وأنا ما عندي شيء يشيلني. فأبلغتها أن بنت توفت، واستلمت البنت وديتها عند مسجد جنب دور رعاية، وأخذوها وسلموها لمراكز مجهولي الأبوين أو اللي هم حقين وزارة العمل، وأنا تابع خطة البنت. وجيت للمركز وطلبت رعاية هذه البنت، وسلموني إياها بموجب أوراق رسمية لأني أنا وحيدة وتنطبق علي الشروط، وعاشت معي وربيتها على التربية هذه. والمرأة هذه توها في بداية عمرها بيرزقها الله أولاد. هذا الشيء اللي خلاني أسوي العمل هذا. فأصدر القاضي حكم وإرجاع البنت لأبوها وأمها وإثبات نسبهم الحقيقي، والعجوز هذه جاء بحكم عليها، ولكن يقول أن البنت رفضت، بنتها اللي تربت معها، وكذلك الأم والأبو لما رأوا من سبحان الله أن التربية صالحة، كانت حافظة كتاب الله ومن طالبات التحفيظ البنت وفيها خير عظيم، وشافوا صلاح بنتهم وشافوا الأمر هذا، وبالتالي تقبلوا الوضع والحمد والشكر لله أن بنتهم رجعت لهم. أنا ما أذكر الحكم اللي صدر على العجوز، ولكن صدر عليها حكم والبنت رجعت لأبوها وأمها، وأقول الحمد والشكر لله. يا ما في الدنيا من أمور عجيبة، ويا ما من أمور في الدنيا من مصائب، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم يرد الغائب لأهله ويرد يعني يشفي المريض. الله كريم سبحانه وتعالى بفضل الله
يمكن هالأم هذه وتعلقها ببنتها وشوفتها البنت أدى أنها ترجع لها نية وخبيئة عند الله، رجعت بنتها لها بعد هالسنين 22 سنة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصص، وجزاكم الله عني كل خير. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. كذلك أبو هادي نسمع منك طال عمرك. الله يرضى. الدكتور عمر الجهني من أهالي المدينة المنورة ويسكن الظاهر في جدة ومحامي كبير جدا، وذكر قصة جميلة جدا. يقول يا أبو عبد العزيز هذا رجل في خير، ودائما يستخدمونها الناس لبناء المساجد ويبني خارج المملكة وداخلها، وعرف عنها الصلاح في كل شيء. يقول إذا صار عنده استشارات يرسل لي المبلغ قبل ما يرسل لي الاستشارة 500 ريال، ثم يرسل لي استشارة فأرد عليه قانونيا. فأقول له ما يحتاج فلوس يا شيخ، يقول لا هذه ميزانية مخصصة لمثلك وشرواك. فيقول وثقت في الرجال، والرجل وثق فيني وبيني وبينه علاقة قوية. حتى ذاك اليوم أرسل لي مبلغ ثم نتصل عليه زعلان، كنا قبل صلاة العصر بالساعة، زعلان وحنقان وضايق صدره. وش فيك؟ قال بقيم دعوة على جاري كسر عنده عمال يشتغلون في الحفريات وكسر جداره وكسر جداره ويملك طح علي ولا سترة بيتي انفتحت، وانا الحين نبي اعطني اي شيء اوقف الرجل هذا. قلت يقول وانا اسمع اذان العصر عنده. قلت ايش رايك الحين تروح تصلي العصر وانا اصلي العصر وبعد الصلاه يحلها. قال خلاص. يقول يسكر الخط. يقول انا توضيت وصليت. يقول يوم اخذت لي نص ساعه وساعه الا ربع يقول يدق علي ثاني، ها وش بتسوي؟ قلت كم عدد البلك اللي كسر جارك؟ قال أنا 50 بلك انكسرت مني وساعات ينفتح. قال والله بعد مثلها واكثر. قلت والله عندي لك راي، بدال هالمبلغ اللي تحولته لي استشارة تجيب لك ابن عمال ويبنون جدارك وجداره وتقوم هالبلك، كل بلك بريالين والعمال بياخذون لك 300 و200 ريال وشوف ايش يصير. قال يا رجال، قال ابن حلال انت في خير وتبني مساجد ورجال يستخدمونك الناس في امورهم خير وفي طاعة الله. يقولوا كثر عليه من هالكلام ليه؟ لا انا الرجال. يقولوا بالفعل. يقول يوم اخذت لي 15 يوم ويتصل علي دكتور عمر. قال نعم. قال الله يجزاك خير، دخل علي بنفطح على راسه جاري ويحب راسي وخشمي ويتشكى. انا هو موجود اللي كسر العامل راعي الشيول داخل. قال والله انك هذا غداك ونبيض الله وجهك يوم بنيت جدارك وانا اللي المفروض ابني من هالكلام. قلت الحمد لله 50 بلكه شريت فيها مشكله انت. قال الله يجزاك خير والله انك صاحب من صالح. المهم يقول يوم خذنا 2 سنين تخيلوا، ويتصل علي رجال ما اعرفه، الدكتور عمر السلام عليكم اعزمك على زواج ولدي. ما اعرف الرجال. قلت من انت عشان تعزمني؟ قال انا اللي شراني جاري ب50 بلكه. قلت انت من انت؟ قال خبر فلان فلاني. قلت هي خبره. قال انا راعي الجار اللي كسر جداري وكسرت جداره وبنى جداري بفضل الله ثم فضلك، ولدي بياخذ بنته. لا اله الا الله اكبر يا سلام فلان. اي والله يقولوا قال لازم تحضر بيض الله وجهك. قلت والله مو هو شراك بقول الله سبحانه وتعالى ادعو الى ربك بالحكمة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني يتحول إلى ولي حميم. ترى الأمر عظيم جدا. أنك يقول كثير من السجناء نجيهم بسبب مثل الجدار هذا ولا مزرعة ولا عقب، رجال يذبح الثاني وعليه قصاص بعد أسبوع ولا أسبوعين بسبب أنه دخل 3 متر على مزرعة خوية ولا جدار انقض، غرفة طاحت. هذه تتعوض، الأمور هذه تتعوض، أشياء بسيطة زبالة. يجب إحنا نتحمل بعضنا، يجب إحنا نتحمل جيراننا. كثير يقول الدكتور والله يا أخ عبد الله في السجناء عندنا كلها بأمور بسيطة عليهم قضايا قتل وعليهم قضايا سجن بالعشر 15 سنة واعتداء على أشياء تافهة. اما بلك ولا ترابنا الله يعزكم دخله في مزرعته ولا طلع منه ولا خذ ماء ولا خذ شجرته. أي عقل هذا الله عطانا إياه عشان نوظفه في إن حنا نسجن بعضنا ولا نتشاكى ولا نقتل بعضنا. كثير من الناس اللي في السجون بأشياء تافهة جدا مسجونين، أما حمق ولا زعل ولا موقف سيارة ولا سيرة، أصلا هو ما يعرفك ولا تعرفه عشان تلف عليه ولا يلف عليك ولا يسبك. ما تعرفون بعض، ما في علاقة سابقة، لف عليك ولفيت عليك وهذا يكرهني، ما يعرفك عشان يكره، ولكن يمكن عنده ظرف. القي للناس عذر. أسأل الله العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. الله يطول عمرك ويبارك فيك. ناخذ فاصل.
ناخذ فاصل ونرجع لكم إن شاء الله مع برنامج.